أنا شايف أنه قد آن الأوان لأوساريو أن يرحل. سفر يا إحسان، ملكيش ما بينا مكان، ساكن قلوبنا أمان. خلاص، واللي جابه مشي فهو يمشي هو كمان. كفاية أوساريو كده يا جماعة، وكفاية دموع وكفاية بكا. هذا هو إعلاني الأول. إعلاني الثاني أنني أعلن وأتحدى أن أحسن لاعب في مصر هو زيزو. مفيش مستوى زي مستوى زيزو، مفيش حد واخد باله من لياقته، واخد باله من حبه للنادي، واخد باله من كل زي زيزو. مفيش زي زيزو في مصر، هو أحسن لاعب في مصر بجد بجد بجد. والنهارده أكتر حاجة عجبتني في الزمالك روح الفانيلا البيضة، وانا بحب الفانيلا البيضة ام خطين. بلا الفانيلا البيضة بلا الجبنة البيضة، فانيلا البيضة بخطينهم هنحط عليهم طول العمر. ني في موقف كده ما عجبنيش بصراحة، من استاذ حاتم بطيشة المعلق على المباراة، في اللفظ اللي هو طلع منه. اولا يعني ما ينفعش اللفظ ده، ما ينفعش يطلع على الشاشه. انت مذيع ايا كان بقى، انتمائك للزمالك انتمائك للاهلي، الالفاظ دي ما ينفعش. يعني عندنا كان رحمه الله عليه كان كابتن حماد امام كان بيذيع، كان كابتن محمود بكر، ربنا يمسيه بالخير كابتن ميمي الشربيني. في اسماء، في عمالقه في التعليق في ماتشات اهلي والزمالك، او في ماتشات حتى الاهلي بيلعب قصاد فرق. يعني تحس هو بيذيع ما يبانش عليه ان هو اهلاوي ولا هو. انت قصدك في الحته هو قال ايه بالظبط؟ قال لك انا مش هينفع اقولها يعني، بص احنا ممكن نقولها بينا وبين بعض. هو يعني البعض واخدها في اطار ايه، هو لمح اللفظ كان ممكن يتقال، لكن بشكل واضح قالوا لكن هي ممكن تكون بشكل او باخر هي باينه، الموضوع باين. احنا بنتكلم ان انت ايا كان اهلاوي او زملكاوي، ابدع في التعليق بتاعك زي ما انت عايز. اتكلم على الاهلي واتكلم على الزمالك، اتكلم على تاريخ الاهلي، اتكلم ده ما فيش مشكله. بس في حاجات ما ينفعش تطلع على الشاشات، يعني على الشاشه نفسها. يا باشا انا قاعد بتفرج على المباراه، لقيت الاخ حاتم بطيشه يقول لك اللي يقول لك شيكابالا انت قول له ده عندها، وبعدين بيقول لي في ايه؟ قلت له ما تقلقش، بيغلط في تيتا، بقول لك ده عشان قلت انت بقول لك عندها يعني، وده تعليق. انا قاعد في التوك توك مش هتعمل كده. ني